الأكل في العزومات والأعياد من غير ما تحرج نفسك كمريض سكر. بصراحة مفيش حاجة بتقلق مريض السكر أكتر من العزومات. ناس كتير بتقولي أنا بقيت أتهرب من الأكل بره البيت وبقيت أتكسف أقول إني مريض سكر وباكل من غير نفس. بس أنا هنا عشان أقولك مفيش داعي لكل ده. هتعيش عادي وتاكل وتتجمع مع الناس من غير لا حرمان ولا إحراج. بس تعال نحط شوية قواعد بسيطة تخلي العزومة فرصة للفرحة مش للقلق. أول حاجة، كل قبل العزومة. أيوه، عارف إنك رايح تاكل، بس ما تروحش جعان. خد سناك خفيف قبلها، زبادي أو بيضة أو شوية مكسرات. تاني حاجة، اختار الصح من اللي موجود في العزومة. انت مش دايما المتحكم في المنيو، بس غالبا هتلاقي سلطة، خد منها كتير. هتلاقي لحوم مشوية، تمام زود منها. هتلاقي رز أو مكرونة، خد شوية صغيرين. والسر في خلط المكونات مع بعض، يعني خد نشويات مع بروتين أو سلطة. جسمك هيتعامل مع السكر ساعتها بشكل أفضل، لأن البروتين والسلطة بيبطئوا عملية الهضم، فالنشويات مش هترفع لك السكر مرة واحدة. تالت حاجة، إياك تحرج نفسك أو تحرج غيرك. لو حد سألك ليه مش بتاكل كذا، ابتسم وقول له باكل على قدي وخلاص. اتعودت إن أنا أختار الأريح لمعدتي. مش لازم تقول إنك مريض سكر، ومش لازم تشرح وتدخل في نقاشات. أنا عارف إن عند بعض الناس ده عيب وما ينفعش إنك تروح العزومة من غير ما تاكل. بس صدّقني، لو حد هيغيّر المعتقدات دي هيبقى أنت وأنا. وفعلًا الثقافة بدأت تتغيّر والناس وعيها بدأ يزيد. رابع حاجة، لو اتعزم عليك بحلويات بعد الأكل هتعمل إيه؟ الأعياد مثلًا مليانة كحك وبسكوت وحلويات شرقية. لو نِفْسك فيها ممكن تاكل قطعة صغيرة جدًا بعد الأكل مش قبله، وشاركها مع حد، مش لازم تاكلها لوحدك. خامس حاجة، خلّيك واقعي، ومش لازم كل عزومة تطلع منها بقراءة مثالية. ممكن السكر يعلى عليك شوية، بس خلّيك دايمًا فاكر إنك مش في منافسة. في عزومات هتضبط وفي عزومات هتلخبط في الأكل، بس أنت بتتعلم مع الوقت. سادس حاجة، خلّيك دايمًا مجهّز نفسك. لو رايح بيت ناس قريبين منك بالذات، ممكن تاخد معاك طبق بتحبه ويكون مناسب ليك. أو لو مسافر أو مش متأكد من الأكل، خُد معاك سناك بسيط يكون مناسب ليك. وخلاصة الكلام، السكر مش لازم يعزلك عن الحياة. ممكن تعيش وتتبسط وتاكل وسط الناس من غير ما تتعب ومن غير ما تحس إنك مختلف لو طبقت القواعد اللي قلناها. كل اللي محتاجه شوية وعي وشوية ترتيب. لو الفيديو ده طمنك أو فك عنك حتة ضغط، ابعت لحد ممكن يكون محتاجه، واكتب لي في التعليقات إيه أكتر موقف في العزومات حسيت فيه بالإحراج أو باللخبطة. ولو عايز تعرف أسرار التغذية لمريض السكر وكمان لإنقاص الوزن مع نظام غذائي كامل بتفاصيل الوجبات، كل ده هتلاقيه مجانا في الفيديو ده. ولو استفدت من الفيديو تابعني وفعل الجرس عشان هنزل كل أسبوع فيديو فيه نصايح مخصوصة لمريض السكر، من أول العناية بالجانب النفسي لمرض السكر وشرح التحاليل الطبية والمكملات الغذائية المناسبة، لحد تطلب إيه من المطعم أو في العزومة لو هتاكل بره.